السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عشاق الساحرة المستديرة وعشاق النادي الأهلي في كل مكان. لو أنت أول مرة تشاهدنا ما تنساش تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. تعرف على حالة أحمد رفعت والسبب الرئيسي لسقوطه داخل الملعب. أكد الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى أن ما حدث عبارة عن خلل في عضلة القلب أو جلطة في الشريان التاجي، خاصة في السن أقل من 35 سنة، مستشهدا باللاعب إريكسن وما حدث له من خلل كهربي وتوقف لعضلة القلب خلال إحدى المباريات. أحمد رفعت فقد الوعي قبل سقوطه، وطريقة تدليكه بمنطقة الصدر كانت خاطئة، معلقا أول 5 دقائق حاسمة في إنعاش القلب والمخ، منوها أن مساج الصدر له تأثير كبير في مثل تلك الحالات. ومن المفترض أن يكون هناك جهاز صدمات في الملاعب، مشددا على أن وضع اللاعب أحمد رفعت على جهاز تنفس صناعي يعني أنه لم يتمكن من التنفس جيدا قبل السقوط. البعض أخبرني أن والد أحمد رفعت توفي بنفس الحالة التي تعرض لها أحمد رفعت، مما يعني أنه قد يكون هناك خلل وراثي في الحالة. ووصلنا خبر النهاردة أن أحمد رفعت ابتدى يتحرك وابتدى يحس باللي حواليه. مليون سلامة على اللاعب أحمد رفعت، وربنا يعود لأهله سالم إن شاء الله.